جوه شرايين الجسم دلوقتي في معركة خفية بتحدد المصير، معركة ميكروسكوبية مذهلة بجد. يا ترى ايه الخطر المستخبي؟ اعملوا لايك شير وفولو للصفحة عشان نكتشف السر الطبي ده سوا. قدامنا بلافيكس أو كلوبيدوجريل، ده الحارس الشخصي الميكروسكوبي اللي بيحمي القلب والمخ من الجلطات القاتلة. الدواء ده بيشتغل بذكاء عالي، بيستهدف الصفائح الدموية نفسها مش بروتينات البلازما زي أدوية السيول التانية. في العادي الصفائح دي أبطال، بتشتغل زي سدادة طبيعية في الجسم عشان توقف أي نزيف بسرعة. بس الخطر بيبدأ مع تركيب دعامة، الجسم بيفتكرها جرح فبيبعت الصفائح دي تهاجم المكان فورا. فتجمع الصفائح ده ممكن يقفل الشريان بالكامل. البطل فجأة بيتحول للشرير وبيعمل جلطة مميتة. وهنا بيتدخل سلاحنا السري بلافيكس، بيقفل مستقبلات معينة على الصفائح للأبد، فبتتجاهل إشارات التجمع تماماً. يعني ببساطة الدواء ده بيخلي الصفائح دي تتزحلق، متمسكش في بعضها أبدا، والدم يمشي بمنتهى الانسيابية. طب إيه الفرق بينه وبين الأسبرين؟ هما مش متنافسين خالص، كل واحد بيقفل طريق كيميائي مختلف. عشان كده استخدامهم سوا بيعمل درع حماية قوي جدا، خصوصاً للمرضى اللي لسه مركبين دعامات. تغيرات كيميائية دقيقة بتنقذ أرواح كتير يومياً. لو عجبكم الشرح ما تنسوش اللايك، الشير وفولو للصفحة.